تنطلق نهائيات إفريقيا تحت 17 سنة في المغرب وسط آمال عريضة بتحقيق إنجاز غير مسبوق، حيث يعبر المدرب نبيل باها عن ثقته بأن الكأس ستبقى في المغرب، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على الفوز باللقب القاري فحسب، بل يمتد إلى التأهل لكأس العالم تحت 17 سنة. هذا الطموح يشكل دافعا رئيسيا للاعبين والجماهير الذين يتطلعون إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المغربية، بالرغم من التحديات الكثيرة المتعلقة باختيار اللائحة النهائية وبالمنافسين القويين وبنزاهة المنافسة الرياضية وباستيعاب الدروس. وراء هذا الحلم الكبير يقف تحدي فني يتمثل في انتقاء اللاعبين المناسبين، فبحسب نبيل باها كانت عملية اختيار القائمة النهائية صعبة بسبب وفرة المواهب، لكنها استندت إلى معايير دقيقة تتناسب مع استراتيجية الفريق. هذا الانتقاء ليس مجرد خطوة إدارية، بل خطوة استباقية لمواجهة منافسين أشداء، حتى لو بدت المجموعة للوهلة الأولى سهلة. ويحذر باها من الخداع بفكرة أن المجموعة الأولى التي ينتمي إليها المنتخب المغربي إلى جانب منتخبات تنزانيا، زامبيا وأنغولا ربما تكون الأسهل، قائلا هذا وهم. فمن خلال تحليلات الفيديو الدقيقة للمنتخبات المنافسة تبين أن الفريق سيواجه فرقا قوية تتطلب استعدادا استثنائيا. هذا الوضع يفرض على اللاعبين والجهاز الفني رفع سقف التركيز، خاصة في ظل إجراءات صارمة لضمان نزاهة البطولة. وفي إشارات إلى التحديات السابقة التي شابت بعض البطولات الإفريقية، يشدد باها على أن الاتحاد الإفريقي كاف لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدالة المنافسة، مثل مكافحة غش الأعمار. هذه الخطوات لا تعزز مصداقية البطولة فحسب، بل تكافئ الفرق التي تعتمد على العمل الجاد والموهبة الحقيقية، وهو ما يتوافق مع رؤية الفريق المغربي. لا يغفل المدرب عن الاستفادة من التجارب السابقة، حيث يستحضر صعوبة تصفيات شمال إفريقيا التي وصفها بأنها مرحلة قاسية، معتبرا إياها أساسا لبناء المرونة النفسية والفنية. فالتحديات التي واجه الفريق في التصفيات رغم قسوتها أصبحت مدرسة تعده لمرحلة أكثر صعوبة. نحن فخورون بما حققناه، لكن الطريق أمامنا أطول. بهذا المزيج من الطموح الجريء والتحليل العلمي والاستعداد النفسي، يقدم المنتخب المغربي تحت 17 سنة نفسه كمرشح قوي للبطولة. لكن النجاح، كما يذكرنا نبيل باها بذلك، لن يتحقق إلا بتضافر العوامل كلها: الموهبة المختارة بعناية، والاستراتيجية الواضحة، واحترام مبادئ النزاهة، والدروس المستفادة من كل تجربة. إنها معادلة يصنعها الفريق خطوة. رجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وشكرا مجددا.